رحلتنا في الترتيب والتنظيف النهارده جمعت لكم فيها اكتر حاجات واختراعات سهلت الدنيا عليا. هبدا معاكم بالسبراي الخطير ده، انا سميته سبراي الزنقات، وده بنرشه على اي هدوم مكرمشه عندنا محتاجين ان هي تتكوي بسرعه، وبنمشي كده بايدينا عليها بتتفرد معانا كاننا كوناها بالمكوى بالظبط. ده غير ان هو ريحته حلوه قوي، مش بيسيب اي اثر على الهدوم، شايفين كانه سحر. الليمونه القمر دي مخصصه ان احنا نفتحها ونحطها في التلاجة علشان تسحب اي روايح كريهه ممكن تكون موجوده فيها. اما الاسبونج دي مجرد ما ببلها ميه وبعصرها بمشي بيها على اي حاجه في البيت بتنضفها بمنتهى البساطه. ده غير ان هي بتنضف الشنط البيضاء اللي احنا بنخاف عليها جدا بكل سهوله، وبمشي بيها كده وهي مبلوله على اي شوز تكون متوسخه عندي وتكون بيضه، بترجعها جديده حرفيا كانها سحر. اما القلم ده لازم يكون معايا في شنطتي، ده مزيل للبقع، كلنا معرضين ان الاطفال او احنا كمان نبقع هدومنا بره البيت، بنمشي كده بيه على الهدوم بيطلع البقع بكل سهوله. معطر دمول الخطير عباره عن حبيبات بنحطها في الغساله عشان تخلي ريحه الغسيل فواحه حرفيا، بس انا بحطها في اكياس واوزعها في الدواليب. معطر خطير بيقلب ريحه الدولاب فواحه. كمان بحطها في سبراي وازودها ميه، بعطر بيها المفروشات وكل حاجه في البيت. دمول لتنظيف الكاتل وكمان الديسبنسر، بحط شويه صغيرين قوي جوه الكاتل واحط فيه ميه واخليه يغلي، بيشيل اي تكلسات كانت موجوده فيه. شايفين النظافه واللمعان؟ اكتبوا لي ايه اكتر اختراع عجبكم، لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو.